في يوم من الأيام كان سامي شاب بحريني يجلس في منزله بعد وفاة والده بفترة قصيرة. كان والده قد ورث له مزرعة قديمة متروكة بعيدا عن المدينة، حيث لم يتم الاعتناء بها منذ أكثر من 20 عاما. كانت المزرعة قد أصبحت محطمة، لكن سامي قرر بدافع الشغف وإحياء ذكرى والده أن يعيدها إلى الحياة. بعد أسبوع انطلق سامي نحو المزرعة. بدت أشجارها جافة وجدران مبانيها متهالكة، بينما كان الصمت يسيطر على الأجواء بشكل مخيف. بدأ سامي يشعر بنوع من الرهبة، لكنه تجاهل هذا الإحساس، معتقدا أن الخوف طبيعي في مكان كهذا. عندما رأى أنها بهذا الشكل، استأجر مجموعة من العمال لإعادة بناء الأجزاء المتهالكة. بدأ العمال في العمل من الصباح حتى الساعة 5 في المساء. بعد مرور يومين من العمل وأثناء حضورهم صباحا لبدء العمل، اكتشفوا أن كل ما قاموا بإصلاحه قد تم تدميره بالكامل، وكأن يدا خفية أتت في الليل لتعبث بالمكان. بقي الوضع على هذا الحال عدة أيام، ومع زيادة التخريب ازداد خوف العمال وترددهم في العودة للعمل، حتى أن بعضهم قرر الرحيل وترك العمل في المزرعة. شعر سامي بالحيرة والإحباط، فهو كان يدفع المال لكن العمل لا يتقدم. في النهاية قرر سامي أن يتحقق بنفسه مما يحدث في الليل، وقرر أن يبيت في المزرعة وحده ليراقب. في أول ليلة جهز سامي نفسه جيدا، وأخذ مصباحا وبعض الأدوات للدفاع عن نفسه. وبينما الليل يحل، بدأ الجو يبرد بشكل مفاجئ، وعم الصمت المكان. جلس سامي يراقب كل شيء بحذر، وفجأة بدأت همسات غريبة تنتشر في الهواء، وأصوات مشي في أرجاء المكان كأنها تأتي من عمق الأرض. حاول سامي أن يظل هادئا، لكن كل لحظة كانت تمر تزيد من توتره. في الليلة الثانية كان سامي في المزرعة مجددا، ومع مرور الساعات شعر بالتعب ونام على الأريكة في المنزل القديم. لكنه استيقظ فجأة على صوت قوي يشبه تكسير الخشب، وكأن شيئا ثقيلا يسقط على الأرض. نهض بسرعة وخرج ليبحث عن مصدر الصوت. في الخارج وتحت ضوء القمر الخافت، رأى رجلا غريب المظهر، طويل القامة، بلحية طويلة وثوب أبيض، وكان مظهره مشوها ومرعبا، كما لو أنه خرج من عوالم أخرى. تجمد سامي في مكانه، لكنه سرعان ما استعاد شجاعته، وصرخ في وجه الرجل، وبدأ يذكر الله، آملا أن يبتعد عنه. لكن الرجل الغامض لم يتوقف، بل استمر في الاقتراب منه بخطوات بطيئة وثابتة دون أن يتكلم أبدا. كلما اقترب الرجل شعر سامي وكأن الهواء أصبح أثقل وأكثر برودة، وكأن رعبا خفيا يتسرب إلى جسده. أحس سامي أن الوقت قد توقف، وأن هناك شيئا غير طبيعي يحدث. في تلك اللحظة جمع كل شجاعته وركض نحو سيارته. استقل السيارة بسرعة وانطلق، تاركا خلفه المزرعة المهجورة والظلام العميق. حاول التماسك وأخذ نفسا عميقا وهو يقود، لكنه لم يتوقف عن النظر في المرآة الخلفية، كأنما يخشى أن الرجل الغامض يلاحقه. عندما وصل إلى المدينة اتصل بالشرطة على الفور وأخبرهم بما رآه. لم يصدقوه تماما، لكنهم وافقوا على الذهاب معه للتحقق. وعندما وصلوا إلى المزرعة وفتشوا المكان، لم يجدوا أي أثر للرجل الغامض أو لأي شيء غير طبيعي، فقط آثار الدمار الذي حل بالمزرعة. عاد سامي إلى منزله تلك الليلة، ولكن لم يستطع النوم. كان يعلم في قرارة نفسه أن ما رآه كان حقيقيا،
وأن هناك شيئا غامضا في المزرعة. في اليوم التالي قرر سامي أن يعرض المزرعة للبيع، عازما على نسيان كل ما حدث.